التعدين بهدف نظيف احرزه مصطفى فتحي. معانا الكابتن اسماعيل يوسف مدير الكره بنادي الزمالك، نساله عن رايه في المباراه. في البدايه بقول لحضرتك مبروك النهارده الفوز، لو سالتك حضرتك في المباراه تقول ايه؟ الله يبارك فيك، ربنا يخليك. تحياتي لكل اللي في الاستوديو، وهي 2-0 مش 1-0 على فكره. باولو جاب جول على فكره. تحياتي للكابتن طه وكابتن فاروق وكابتن هاني. المباراه النهارده بالنسبه لنا كان ممكن يبقى فيها اهداف اكتر من كده، لكن في تسرع بعض الشيء، لكن الحمد لله اللعيبه عملت مجهود. طبعا في اخر 4 مباريات ورا بعض دي كان مجهود بالنسبه للعيبه كبير جدا، وفوز مهم في توقيت مهم. خليني اسال حضرتك، هل الكابتن محمد حلمي طلب عوده محمد مصطفى مهاجم الداخليه مره اخرى لنوار نادي الداخليه؟ هو مصطفى رايح اعاره، وان شاء الله باذن الله هيرجع السنه الجايه، يعني اعاره بس السنه دي، وان شاء الله هيكون متواجد معانا السنه الجايه باذن الله، لان لعيب برده من اللعيبه الكويسه اللي موجوده، وزي فتوح وكده ان شاء الله يكونوا موجودين ودعم لنادي الزمالك في الفتره اللي جايه. كابتن اسماعيل، خليني اسال حضرتك واستغل وجودك كمان على اون سبورت واسالك على الصفقات الجديده اللي نادي الزمالك بيتفاوض معاها من اجل التعاقد معاها ان شاء الله في الميركاتو الصيفي. لا ما فيش طبعا، احنا في نص الموسم ما ينفعش ان احنا نتكلم عن ايه اللي جاي. طبعا احنا تركيزنا كله في تلاحق مباراه الدوري ومباراه الكاس، عندنا بطوله افريقيا يوم 12، فتركيزنا كله. الاداره طبعا ليها استراتيجيه معينه، مستشار مرتضى ومجلس الاداره ومع كابتن حلمي، حاجات مستقبليه يعني، بس ما حدش بيتكلم فيها دلوقتي يعني، لان عندنا حاجات اهم. بالنسبه لي خلينا ننتقل لحضرتك لبطوله دوري ابطال افريقيا. نادي الزمالك هيلاعب نادي رينجرز النيجيري. المباراه الاولى هتكون في هنا في القاهره، ثم مباراه العوده هتكون في نيجيريا. حضرتك شايف ازاي فرصه نادي الزمالك في التاهل ان شاء الله للدور القادم؟ طبعا يعني هي مباراه طبعا هتبقى يوم 12، المباراه الثانيه ان شاء الله هتبقى يوم 19. عملنا احنا اتصالاتنا مع السفير هناك، وهيبقى في طياره لان هي مسافه بره ليجوس بحوالي ساعتين، فهيبقى في طياره دايركت على البلد ديت ونتحاشى الارهاق. طبعا بالنسبه لنا بدايه البطوله، البدايات مهمه جدا، لان برضو فرقه مش قليله، فرقه كويسه، والارض بتاعتها برضو احنا عملنا يعني بحث عن القصه ديت. الارض بتاعتهم ترتان، ويعني هيبقى في نظام تدريبي بس بعد ما نخلص ان شاء الله في المباراه الجايه. عندنا مباراه مهمه يوم الاثنين مع الحرس ان شاء الله في كاس مصر. كابتن اسماعيل، خليني اسالك، هل الزمالك تلقى رفض بشكل رسمي لاقامه مباراته على سبيل الدفاع الجوي؟ لا رسمي لا، لسه لغايه دلوقتي يعني. حضرتك حددت الملعب اللي هيقام عليه مباراه افريقيا للزمالك؟ يعني احتمال يكون برج العرب، احتمال يكون الدفاع الجوي، يعني ايا كان موجوده، بس غالبا هيبقى في برج العرب يعني. شكرا يا كابتن، بالتوفيق للجيش. شكرا. اذا ده كان لقاءنا مع كابتن اسماعيل يوسف مدير الكره بنادي